اذا تغيير على مستوى الهجوم ديال فريق الدفاع الحسني. تم هذه المحاوله من الجهه اليسرى، محاوله تمرير تدخل، ما فيش هناك خطا، استرجاع الكره بشكل ممتاز، تعود مره اخرى والحكم كيقول الشرط لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. الوقت لسفيان بن جديده كذلك يستعد للدخول. سفيان بن جديده اللي كان تعلق الموسم الماضي. تم هذه المحاوله لفائده فريق الرجاء، تسديده فرصه ممتازه، تسديده قويه مرت جانبا من القائم الايسر بواسطه اللاعب حسين رحيمي. حسين رحيمي برنامج ديال هذه الجوله في الوقت غادي يكون هناك تغيير قادم في صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي. غادي يستعد للدخول وانس الجلال. كره طويله 6 ديال الدقائق وقت بدل ضائع في الوقت. تبادل المحاوله لبعد الفريق الدفاع الحسني الجديدي. فرصه 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 فرصة الهدف تضيع، فرصة 3 نقاط تضيع على فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي كان قريب من تسجيل الهدف خلال هذا اللقاء وخلال هذه المباراة بواسطة عبد الرحيم أبرقيل. كانت متابعة ديال سفيان بن جديدة ولكن أقرب لنور الزركان الذي يبعد الكرة للشرط مرة أخرى. شرط لفائدة فريق الرجاء. محمد زريدة، اسماعيل مخدم كيرفع الكرة لجمال حركاس الرأسية. فرصة الهدف. هناك المطالبة بأن الكرة تجاوزت خط المرمى، المطالبة بأن الكرة تجاوزت خط المرمى في الوقت اللي الحكم المساعد كيقول الزاوية. كانت فرصة هدف لفائدة فريق الرجاء.